800,000 غرفة يساوي 3,500,000. وحجزنا صالة 200,000 و300,000 فنانين. و50,000 رقاصين. قل أيوة. و60,000 طاسة. وحجزنا 400,000 مذبوح ليوم العرس. أيوة. و40,000 للطباخ. باب يا بيبي باب، وصل يحسب لي ننخذ انت اليوم اللي يشوفك يقول بتحسب حقه وتعرسك. ايوه مالك دحين بتسيح ودحين عرس ما بنحسب عرسي 40 مالي وما علي كم يخرج علي ال11. سمعني انت شغال دخل يرقص حبيبي، هو عرس السبع الايام مش جو عرسك انت يا اخي بعد هذا عرس السيف هذا عرسي ما قلت لك انه خطبناه بدو عرس وان شاء الله تكون من اول الحاضرين وشرفنا يا غالي. وما حسيت لك عمك عندما صرتم تخطبوا يوم الجمعه. لا بس صالك يا طويل العمر لا تبتلش اي شبكه بس بحجر الله فيما قلت لي اشكي لي همه. خلاص باقي صالح. قل انا بعد مراجعه اسبوعين دحس لا عنده بيشتي زواج عاجب واحد بس ماي ابا زواجه زواجه ايوه امانه والله زواجه يا بابا على طول يلا من هنا ما فيش زواجه. وين الزلاط رحلك من عندي. ولم يقبل انه يزوجني فقررت انني اعيد المحاولة واسر له عنده واقول له يزوجني. في يوم من الايام جاء ووافق ان يروح يخطبني. يا ولدي ما يا ابو قوها يا ولدي قلت الله ما تقدر يا ابو قاعد تسوي حياك الله والله اني حاليا كيف ياو لو كنت خلدوها من زمان. يا ايوه يا ولدي فحمان وين فنجان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل حياك الله. كيف انت يا ابو النسب؟ صرنا خطبنا من عند عمي وقل له شو جابر من الموضوع وكان كدو موافق. فجأة تعا بنت هنا تدخل لنا على الضيافة الشاهي. دخلي يا بنت عب عليك ادخلي. دخلت بنته شافها بي ودق قلبي رجع عمر 20 وقال لازم أن يتزوج يخطبها له ويتزوجها هو ونسى أن مع ابن كبير يشتي زواجه. في نفس اللحظة حضر الموضوع لعند عمي في خلال لحظة وقال لازم أن يخطبها له ويتزوجه. أنت مستعد يا ولدي تدفع كل شيء. توعدني سماح الناس تدفع. أبا أنا مستعد أدفع بس من جيبي وخذ شاقلة عندك. وينه؟ شاقلة عندك. متأكد؟ كوا بابا. والله ما بدي في فلوس كوا بابا. على طول. الله يحفظك. يلا لا اسمع لك صوت. سير بعزك. يلا. ولا بالله جينا طالبين راغبين. جينا طالبين راغبين يت بنتكم لي ايش؟ لك انت قول يا ابا وانا ما تخليني ترقصني في الديوة. لا يا ولدي الناس ما يبدوا يزوجوا الكبير ولا الصغير؟ الكبير حفظك الله. داري يا اخي عدو عزب عدو جاهل انا داري. بعد يا اخوك من اكبر انا ولا انت؟ فجاء عمي وافق وقرر انه يتزوج في خلال اسبوع وتزوج.
واليوم وصل رحبوا باقي معي. وهذا كل قصتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا عقد يحصل من أبوه، يعني الخذ بالله وزواج الأبو. هذا شكلها أبوه، والله إنه بيجلس. أنت أخبل والله، سوي زعمانة شولحت بابي وزوجني. كيف عرسك كل شيء؟ تفهم لي القصة كيف ما تزوجت. أنا من بعد ما ذبحت صرت طبعت صور ومكتوب فيهن يا حج أحمد زوج ابنه. طب كيف جاب هذا المزبرهاني؟ أو قد بينتخب لرئاسة الدولة. ومن بعد هذا كله دعيت صاحبي يصورني وانا اناشد ابي في جميع التواصل الاجتماعي. امشي بعد يا رجال، هذا كله البدايه. عاد انا جولح بامك لا اله الا الله. ما عاد تشي تسوي يا رجال. امشي بعد وانا اروي. لا انت تصورني بس. نشرته في التواصل الاجتماعي وحصلت أكبر عدد من المشاهدات حتى وصوله إلى نشرة الأخبار. في نشرة اليوم، نشرة العزبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نشرة اليوم فيديو يتداول في منصات التواصل الاجتماعي وهو الترند في الساعة عن شاب نشر له فيديو على صفحته في الفيسبوك باسم أبو شنب، وهو يناشد أبوه يزوجه لأنه ضبح من العزوبية. حصل الفيديو على أكبر عدد من المشاهدات في خلال بضع ساعات، وحصل على أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة. شاهدوا الفيديو اللي اشتهر فيه ونرجع لكم. أنا من هنا ما فيش لا سلام ولا كلام. أنا من هذا المكان باسمي وصفاتي الأخ أبو جنب. أنا ما قلت لأبي كنت يا البطانيات. أنا تعبت مليت ليحين أجد الشاكذا يا خبر ما ينفعش يا أباه. أنا أشتي زواج ما ينفعني الشاكذا. أنا أشتي زواج قنعت هكذا قنعت عايزة بأشتي زواج. أصحابي كلهم يتزوجوا، واحد يتزوج، واحد يفعل عرس، واحد يفعل اجتماع، واحد يفعل أقوى عرس. وأنا متى بنضل نهني ونبارك للعرسان وأنا أشتي يوم يجي هكذا يهنوا لي. أي حين اليوم الذي ألقى هكذا اليوم الذي يهنوا فيه ويقولوا العريس أبو جنب. أنا أشتي زواجه ولا والله لا قوم عليك مظاهرات، والله لا قوم عليك أمك لا إله إلا الله. وبعدما شاهدتم الشاب عن أيش يتكلم بحرقة وحماس، يتكلم من داخل قلبه على ظلم أباه لأنه أبقاه عازبا، ونشر المزيد من الصور والمنشورات له على صفحته بالفيسبوك. ونعرض لكم بعض الصور مثل هذه الصورة وهو مخزن صورة تضحك تحت هاشتاج عزب مسكين، يقول مبحشم لحالي لا مره ولا شيء، قولوا لبي يزوجني، وأين حقوق العزبان؟ وبعد كل هذا الحمد لله تمت موافقة الوالد بأن يزوجني، والعرس إن شاء الله في هذا الأسبوع. وارحبوا فوق العين وفوق الرأس.
في زفته نجم السعادة الله ويشاركوا في فرحته حضر الصلاة الله. والعود عزف لحن الطرب والفرح والإيناس بالبرع دق الطبول ما للفرح مقياس دق البرع دق الطبول ما للفرح مقياس وحداني دق وحدانا تعود وأجمل الناس نفرح ونمرح أهل وقرايب عرسك سعادة تعيش ويا المتاعب عرسك سعادة تعيش ويا المتاعب. ضاها بعرسك هلي انسك حنمي عاد السلام يا عريسهن ابي عرسك عيش لحظات الحلا بعرسك هلي انسك حنمي عاد السلام يا عريسهن ابي عرسك عيش لحظات الحلا عيش لحظات الحلا ما على قلبك ما لو يطير من فرحاتك قد لقى فرصة غرامة واحتفل في زفاته ما على قلبك ما لو يطير من فرحاتك قد لقى فرصة غرامة واحتفل في زفاته أقبل أصحابك ويغنوا أجمل أبيات السعادة ساعة الرحمن ذا الحين لحنها حالي زيادة أقبل أصحابك ويغنوا أجمل أبيات السعادة ساعة الرحمن ذا الحين أبو أخوان وقرائب جول عينك فرحين رددوا حقك وقالوا برفاه البنين أبو أخوان وقرايب جول عينك فرحين رددوا حقك وقالوا برفاه البنين في العيزة نتعلق والأوجع والمجنانة من عش في هذا يقلق هي خربانة في العيزة نتعلق والأوجع والمجنانة من عش في هذا يقلق هي خربانة ما حرس إلا يا مالي والبرع بجنبيه جوهرة والأنس ثاني والطرب والأغنية الوتر صوته دعاني والنغم والثانية والفرح كاسة سكاني